طيب إحنا دايمًا بنركّز إن العروسة هي اللي لازم تعمل تنضيف وتركّز أوي مع نفسها لازم إمم. تبقى قمراية يوم الفرح، هل في رجالة بتبقى مهتمية بالحتّة دي برضه زي البنات؟ هو الاهتمام بالنَفْس حاجة جميلة سواء راجل أو سواء بنت، وما فيش شَك لو أنا كراجل مهتم إن أنا أدخُل على جواز، يعني عامل laser مثلًا، محدِّد دقني بالlaser، عامل مثلًا إزالة للشعر في الأماكن اللي مش مرغوب فيها، لو حاسس إن أنا عندي بعض المشكلات بهتان، جلد مثلًا زيادة في وشّي، في رقبتي، يعني إجمالًا يعني المشاكل اللي ممكن يكون الرجالة متعرّضين لها، لو هو يعني فكّر إن هو يعمل الإجراءات دي قبل الفرح، أكيد دي حاجة هتبقى بتدّي له ثقة في نَفْسه، ده أول حاجة، تاني حاجة هتخلّي الطرف التاني أكيد يعني أكيد مبسوطة وفرحانة، لإن الاهتمام بالنَفْس حاجة جميلة بصرف النظر عن أنا كبيرة، صغيّرة، بنت، شاب، طفل، الاهتمام بالنَفْس حاجة مهمة. أوكي، طب جالِك حد قبل كده في الحالة دي، جالِك راجل قال لِك أنا فرحي بعد فترة كذا عايز أعمل 1، 2، 3؟ هو في بيقول أنا فرحي بعد فترة عايز أعمل وبيحكي المشاكل اللي مضايقاه، وفي بيقول لِك مثلًا قولي لي مثلًا حضرتِك شايفة مثلًا ممكن أعمل إيه؟ يعني بنبتدي هنتكلم مثلًا إنه في رجالة كتير عندها جلد زيادة دايمًا، يعني مش دايمًا بس الأغلب في وشه، في رقبته، تحت عينيه، وده ممكن الحاجات دي تتشال مثلًا قبل الفرح. ممكن ييجي لو عايز يحدد دقنه مكان ما بيعمل shaving في الدقن أو كده أو بيحددها بتعمل حبوب، فبالنسبة له لو عمل ليزر تحديد بتكون طبعًا يكون أفضل وأفضل. لو أنا مثلًا جاي بيعرق مثلًا ممكن ييجي يعمل botox مثلًا اللي هو بتاع التعرق علشان ما تبقاش ريحته وحشة قبل الفرح أو يعرق كتير وقت فرحه، أكيد كل دي حاجات جميلة، بس صعب إن إحنا نقول إن في حاجة معينة كل الناس بتعملها، لأ، لأن المشكلة اللي عند فلان غير المشكلة عند حد تاني، فحسب المشكلة أو الحاجة اللي مضايقاه هي دي اللي إحنا بنحاول إن إحنا نحلها.